السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة مطبخ العائلة. هذه قناة نتمنى تعجب. بسم الله. بالنسبة للوصفة ديالنا غنحتاجو فيها 200 غرام ديال اللوز، 150 غرام ديال السكر كلاصي، 3 ديال أبيض البيض، وواحد 2 معالق كبار ديال الكونفيتير. بالنسبة للطريقة راه سهلة بزاف. غادي نديرو اللوز مع السكر كلاصي، نطحنوهم مزيان هما الاولين، من بعد غنبقاو نضيفو الكونفيتير ونضيفو بيض البيض. غادي نبداو في العملية ان شاء الله دابا. كما كتلاحظوا اللوز كيخصو يكون مطحون بحال هكا. دابا غنضيفو بيض البيض، دابا الماكارو ديالنا ها هو وجدناه درنا في البوش. نحاولو ناخدو الدوية كتكون فيها رقم 8 تقريبا 8 مليمتر هكاك، وغادي نحاول دابا نبوشيو ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للعبار يكون قد هكا، مش كبير بزاف ما يكونش صغير بزاف. كما كتلاحظوا بان الماكارو كيبقى ماشي جاري بزاف وماشي قاصح، باش كيسهل الخدمه في البوش وكيجي طياب، يجي واقف مزيان. تخليت واحد شويه اللوز، هذا هو باش غندير الديكوراسيون من الفوق. نحطو وحيده وحيده. ها لا الوصفة دابا موجودة. المشاهدين الكرام، كنتمناو هاد الوصفة تكون عجبتكم، وبغيت نشارك معكم ونقول لكم بان هذا الفيديو هذا هو اول فيديو للقناة ديالي ان شاء الله، ونتمنى منكم الدعم للقناة وتشجيع ان شاء الله. بالنسبة للماكارو هذا كيخصو يرتاح، يعني ماشي دابا غنديرو في الفران ضروري. بالنسبة للماكارو هذه هي النتيجة النهائية. كما كتلاحظوا راه كيجي معلق، كيجي معلق وين يجي معلق. بحال هكا.